السلام عليكم، بي بوي فينش هاكر كرو. النهارده هنتعلم هاو تو هاند ستاند او ازاي تقف على ايديك. ودلوقتي احنا هنعمل استرتشنج بتاع الهاند ستاند او الوقوف على الايد. من كل عدة هعملها مش اقل من 30 او 50. ده وضع ثبات، دايما يبقى ثبات على قد ما تقدر. حاول تثبت بيه دقيقة او دقيقتين. بعد كده الضغط. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي ان احنا نقدر نحط ايدينا على الارض. اول حاجة هنعملها هنخلي ايدينا مفرودين وفي نفس الوقت يكونوا في مستوى الكتف. يعني ايديك ما ينفعش تبقى مفتوحة كده او كده، لازم تبقى ايه في مستوى الكتف بتاعك. بعد كده هنخلي رجلينا اليمين قدام او الشمال حسب ما انت هتقدر تعمل. اوكي، وهنبتدي نعمل الخطوة دي. واحد، وننزل تاني. هجربها تاني. واحد، وانزل. اوكي، بعد كده هنتعود ازاي ان احنا نحاول ان احنا نطلع. ازاي ان احنا نطلع نقف على الحيطه زي كده. 1 2. اوكي، وانزل. هجربها تاني معاكم. 2. اوكي. طبعا ان الموضوع مش هو ايه، في ناس ممكن تجرب من اول مره فتحس ان هو الموضوع رخم او صعب شويه. هو بص، كل حاجه عاوزه تكرار. وفي فكره انت برضو ممكن تطلع بيها تاني. ازاي؟ ان انا بحاول احط دماغي كده واحط ايدي كده اهو وابتدي اسند على الحيطه. تمام، وازق. تمام. هجربها تاني معاكم. 1 2 3 4 وانزل. دي برضو فكرة تاني ان انت لو حبيت عاوز تعرف تطلع او انت مثلا عصب ايدك مش مخليك ان انت تقدر تطلع على ايدك على طول. خليكم معايا في الخطوة اللي بعد. دلوقتي بعد ما احنا اتعلمنا ازاي نقف على الحيطة، طبعا دلوقتي في ناس كتير بتقول لي يعني اكيد ان هي بتعرف تقف على الحيطة بس هي مش عارفة ازاي تثبت او ازاي ان هي يبقى عندها توازن. او ناس كتير تقول لك ده عنده توازن. ايه هو التوازن؟ التوازن في الفكرة اللي احنا هنقولها دي. اوكي، اول حاجة طبعا انت لما بتطلع زي ما قلنا الهاند ستاند هو عبارة عن مثلث. اوكي، عبارة عن مثلث. قاعدتين المثلث بيبقوا ايديك، وراس المثلث بتبقى عينيك على المكان اللي انت بتبص عليه قدام. بمعنى يعني انا لما هاجي هطلع هبقى كده اهو. 1 2 واطلع كده. تمام. الخطوة بقى اللي هنا بقى ان انا فكرتي دلوقتي ازاي ان انا احاول اثبت او ان انا احاول ابعد رجل واحده واحده. طبعا انا وحاطط ايدي في حركه بحاول ان انا احرك صوابعي كده على الارض. يعني انا وحطيتها على الارض بحاول ان انا احرك صوابعي واحده واحده. اكني هي دي فكره التوازن، اكني بحاول اعمل توازن او بحاول ان انا بزق الارض سنه سنه زي كده. طبعا اما انا بقيت اعمل الموضوع دوت لو هتلاحظوا ان رجلي ابتدت تطلع عن الحيطه شويه. تمام. في ناس بتقول ان انا لما باجي ابعد رجلي بتقع مني مره واحده وما بعرفش اسيطر على جسمي وانزل على طول. انت ممكن تعمل حاجه تاني، ان انت تحاول ان انت تبعد رجلك سنه سنه. يعني ما تخليش او مثلا تخلي رجل على الحيطه والرجل التانيه بره زي كده. لاحظ معايا، انا هشيل رجل واخلي رجل واعمل كده اهو واعمل واحده واحده. تمام، لغايه اما احاول ان انا اثبت لوحدي زي كده. لو حسيت ان انا هقع برجع رجلي الاثنين تاني وبظبط التوازن بتاع ايدي وبعد كده برجع تاني اهو. اوكي، على فكره يا جماعه الموضوع هو مش صعب ولا هو فيه مشكله. كل الحكايه ان هو الموضوع عاوز تمرين وتكرار اكتر، وتحاول على قد ما تقدر ان انت تتمرن عليها كتير. كل ما تتمرن على اللعب اكتر
كل ما هتساعدك ان هي وهتبقى معاك اكتر. يعني حاول على قد ما تقدر ما تزهقش، تتمرن عليها كتير، تتمرن الاسترتشات دي كتير. ومهم جدا ان انت تعمل الكلام ده قبل ما تتمرن، ده مهم جدا جدا. الخطوه دي اللي احنا قلناها عشان خاطر ان انت ازاي تعرف تقف على ايدك. هنحاول دلوقتي هنعمل الخطوه الاخيره، وهو ازاي ان انت تعرف تقف على الهواء او من غير ما يكون في ستاند وراك. خليكم معايا دلوقتي يا جماعه. احنا هنعمل اخر خطوه واهم خطوه في الهاند ستاند، اللي هو ازاي ان انا اقف لوحدي، او ازاي ان انا اعتمد ان انا اقف لوحدي من غير ما يكون في حاجه سنداني. ودي انا بعتبرها دي اهم خطوه في الهاند ستاند. اوكي، هو نفس الموضوع اللي احنا كنا بنعمله على الحيطه، هو بس كل الحكايه ان انا بيبقى عندي كنترول شويه على نفسي، او بخلي بالي شويه، ما بخشش بدفعه قويه، لا، واحده واحده، نفس هي هخلي ايديا قدام ورجليا قدامي وبطلع 1 2. اوكي، وبنزل تاني بنفس الرجل اللي انا كنت طالع بيها. ركزوا معايا اهي 1 2، وانزل تاني بنفس الرجل اللي انا كنت طالع بيها. اوكي، دلوقتي انا في حاجه عايز اقولها لكم، ان انا دلوقتي لو تلاحظ ركز على ايدي هتلاقيني ابتديت اعمل الحركه اللي انا بعملها، اللي هي بحاول اعمل توازن بصوابع ايدي، او اكني ان انا بزق بايدي واحده واحده زي كده. اوكي اهو، بلاقي نفسي بص اول ما بحس ان انا هقع بعمل توازن بايدي على قد ما اقدر اهو. طبعا انا طول ما انا وقفت كده خلاص بيبقى انا عندي تمكن ان انا اعرف اعمل اي حاجه. في ناس بتقول لي انا هاجي اقع مثلا، لما باجي اقع كده بالظبط. دي كل وقعه الهاند ستاند، وبسهوله جدا ومش هتحس باي حاجه. حتى لو انت جيت مثلا سبت جسمك ووقعت على الارض، دي اصعب وقعه للهاند ستاند زي كده اهو. 1 وانا جسمي راح من اهو بعمل كده بس، مفيش اكتر من كده. يعني دي يعني الهاند ستاند انا مش شايف ان هو خطر جدا ان انت تخاف تعمله او اي حاجه. اتمرنوا عليها كتير قوي، العب استرتشنج كتير. ولو انت لقيت نفسك مش قادر تطلع خالص، حاول على قد ما تقدر ان انت تزود في تمارين الضغط، تمارين الثبات اللي احنا قلناها في الاول، وان شاء الله هتبقى كويسه معاك. انتظرونا ان شاء الله المره الجايه هنعلم حاجه جديده في البريك دانس. شكرا.